نقطة ومن أول السطر. أسئلة كتير وتعليقات غريبة كتير هجاوب عليها كلها دلوقتي. الفيديو كان بيقول إيه؟ الفيديو كنت بتكلم على الواحدة الناقصة اللي بتجري ورا راجل متجوز وبتحاول تخليه يبص عليها الرخيصة عشان هي فاكرة نفسها حاجة ولا حاجة. من بعض بقى الكلمات اللي اتقالت لي، شكلها جت في وقتها، شكلها رايحة في وشه، شكلك تقصدي حد. هو احنا كستات لما نتحرقش لبعض نتحرق لمين ان شاء الله؟ لازم تبقى مشكلتي عشان اتحرق؟ ما هي مشكلتي ومشكلتك ومشكلة 1000 واحدة بتمثل انها في حياتها كويسة. هو انا بس اللي شايفة الموضوع اوفر؟ انا بس اللي شايفة ان البنات الصغيرة بيجروا ورا الشوجر دادي؟ ولا انا متهيألي؟ جاي انا من كوكب اخر؟ شوجر دادي في عينك، الهي يا رب يجيلك الشوجر ما ينزل غير بالانسولين يا بعيدة. شوجر دادي ايه؟ الشوجر دادي قال. نركز مع بعض في التعليقات. ازاي متجوزه تجري ورا واحد متجوز؟ ممكن نسمي الحاجات صح. ازاي ناقصه تجري ورا واحد متجوز؟ انا جاوبت. مكياج المداح، اكنك طالعه من المداح. نعم. طب خلي بالك بقى من نفسك عشان ما تطلعلكش بالليل. انت موجوعه ليه كده؟ كبري دماغك. موجوعه كده، كبري دماغك. لو في يوم من الايام دخل بيتك فار، هتسيبيه وتكبري دماغك ولا هتجيبي اجدعها مقشه وتنقحيه فوق دماغه؟ لا، هجيب اجدعها مقشه واديله فوق دماغه، مش هكبر دماغي من الفار في حين انه فار. دبانه هتكبري دماغك منها تسيبيها تتكاثر بقى وتكبر وتبقي انت ما شاء الله راعيه الذباب في البلد، ولا هتموتيه؟ احنا مش ناقصين قرف ياما. فهمتي؟ طيب، اسئله كتيره قوي 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 واكيد مش عارفه اجاوب عليها كلها في فيديو واحد، ولكن احب اقول حاجه بجد والله. الست اللي قالت لي مفيش راجل برياله وهو بيتخطف بمزاجه، بيتخطف بمزاجه، انا معاكي، ولكن ركزي معايا. في حاجات بتتسرق في حياتنا كتير مش بمزاجنا. عمرك بيتسرق مش بمزاجك، انت اديتي له عمرك ووقتك وحياتك وده كله عشان تقولي هو اللي رايح بمزاجه واسيبه عادي. مفيش حاجه اسمها نزوه، ومش بتكلم النزوه في الراجل بس، انا بتكلم في النزوه عموما. وانا ما بديش للراجل مبرر للخيانه، ولكن مش من حقك تاخدي ترجعي حاجتك مكانها تسيبيها عادي. مش من حقي ان انا احافظ على بيتي واولادي لمجرد واحده هبله فاكره انها تعرف تضحك عليا وتاخد حاجه مني. مش هتكلم على زوج بس، اي حاجه في الدنيا. لو خاتم وحد سرقه منك مش هتروحي تبلغي؟ هتقولي لا اصل ده خاتم وده جوزك ياما، وده جوزك يا حبيبتي، وده ابو ولادك، وده اللي واحده دخلت وفرقت ما بينكم. الشيطان بيفرق بين البني ادمين، ودي شيطانه ما اقفش قدامها واحاربها اسيبه لها كده؟ لا ياما، ده انا اوجع قلبها واحرق قلبها وبعد كده قرر هكمل معاه ولا لا. الفيديو الجاي هيبقى الرجاله كاتبين لي بس الستات نكديين، والله لا ارد عليك. فاكرك ان انا هسيبك تعدي من الفيديو ده كده؟ محروقه ليه؟ ما تحرقش الستات زيي. هتحرق طب لمين؟ طب اقول لها خربي زي ما واحده داخله امبارح تقول لي ما تتطلق وخلاص. برافو. مش عارفه اقول لك تيجي نسقف لك؟ يلا السقفه السباعيه فاكرينها؟ اقول لها اتطلقي ليه؟ طيب كونه عرف واحده غيري، يا ترى دي خيانه؟ الخيانه درجات. في خيانه تمام اللي انا بعتبرها عامه كونه كلم واحده غيرك دي خيانه. في حاجه اسمها من الكبائر ان هو عمل حاجه من الكبائر، فده انا بقول لك ما ترجعلوش تاني اصلا. لو قال مش هيكرر تاني انت حره بقى تقبلي او لا، انا ما اقدرش اقول لك تكملي. ولكن كلم واحده، كلم بنت على النت من البنات الرخيصه دي. في حاجات بتتسامح، ومش بقول لك سامحي خلاص ارجعي له خلاص يا حبيبي ما حصلش حاجه، لا ما بقولكيش كده يا ماما. عايز خدي موقف وواقفه و بس هرجع اقول لك بيتك واولادك وما تضحيش بحاجه ملكك عشان واحده تافهه. واللي تقول لي انا ما اجريش ورا واحد هو اللي سابني وهو اللي رخيص عشان سابني، عشان بس دي الحاجات اللي اتكتبت لي على الفيديو الاخير. على فكره الحاجه الرخيصه ما بتتسرقش. والله يعني لو خاتم صفيح ما بيتسرقش، لو خاتم ذهب بيتسرق. وعشان هو طيب وبرده مش بلتمس له العذر، نقطه ومن اول السطر، بس عشان هو طيب هي عرفت تضحك عليه.
في ستات، انا اسفه في اللفظ، وانا اسفه في اللفظ للمره التانيه عشان لو في ناس صغيره بتتابعني، مرقعه. يعني ايه مرقعه؟ الكلمه دي مش هتعرفها غير ست زيي، ست كده تعرف تتلون له. بيحب الست الستايل، انا بقيت ستايل من يوم وليله. بيحب الست البلدي، انا بقيت رؤى. بيحب الست اللي بتعتمد على نفسها، هوب انا بقيت بعتمد على نفسي. هتعرف تكرهه فيكي وتوريه كل عيوبك في ثانيه الا ثانيه. هتعرف تدخل له مدخل احنا اصحاب وحبايب، انا حاسه في عينك في حزن، انا حاسه بصوتك في وجع، انا حاسه ان في حاجه مزعلاك. هتخش له من اي مدخل في حياته، هتهمشك في ثانيه. هتخش له دخلت ان انا خايفه عليك، ان انا عايزه اقف جنبك، اني مفيش حد في دنيتك، انها يعني بتخرج بتشتغل، انها يعني اصلها قاعده في البيت مش فاهمه. هتقعد تقول يا عيني يا عيني يا عيني لحد ما تغني هو وهي يا عيني يا ليلي على الربابه سوا وهما بيحبوا بعض. في ستات عارفه تدخل للراجل ازاي. ومش معنى كده بقول لك ما تحاربيش عن بيتك، ومش بقول لك كملي دي عشان تطلع لازم تطلع منك انتي. ستات في اللايف كتير امبارح مش عارفه سامح ومش هتعرفي، مش عارفه انسى ومش هتنسي، مش عارفه اثق في تاني. يما انتي يا بنتي هتكفري؟ هي في ست بتثق في راجل اصلا؟ يا بنتي بتجيبيها منين دي؟ علمها لي، من حقي افيد واستفيد. هتثق ازاي؟ هتقولي لا في فرق. في بقى رجاله يطلعوا بقى ما شاء الله كده ايه متعلمين وحافظين مش فاهمين، يقول لك ايه اصل في شعره ما بين الثقه والغرور. والنبي احنا كمان بنقول نفس الكلام في فيديوهات انا قايله في شعره بين الثقه والغرور. ولكن لما انت بتخليني افقد فيك الثقه، اجيب انا الشعره دي منين؟ من انهي حته حضرتك؟ فانتوا سبب كبير في اللي احنا فيه. الستات بقى نكديه او مش نكديه هتكلم بحق ربنا بس في الفيديو الجاي. اللي عايز الفيديو بتاع الست نكديه ولا مش نكديه يكتب لي، والرجاله اللي بتستظرف نتهد بقى نتهد. السلام عليكم.